أسوأ مدير ممكن تقابله هو صوتك الداخلي. أنا بسنت محمد ودي سلسلة فيديوهات خواطر ليد. صوتك الداخلي أو النيجاتيف سيلف توك هو ده اللي دايما معطلك وموقفك في مكانك. هو ده دايما اللي بيقولك انت فشلت، انت ما بتتعلمش، انت عمرك ما عملت حاجة صح، هم كان عندهم حق لما قالوا انك انت بتغلط. الصوت ده طول ما هو عمال يزن في دماغنا عمرنا ما هنتحرك ولا عمرنا هناخد خطوه لقدام، وهنفضل دايما واقفين في مكاننا، على عكس ما احنا فاكرين ان انا لو قعدت انبت نفسي وجلدت ذاتي انا كده هعرف اتحرك لقدام وهتغير وابقى انسان كويس. في الحقيقه لا، هو بيفضل مخليك في مكانك ومحسسك ان انت عمرك ما بتتحسن وعمرك ما بتعمل حاجه صح، لان هو دايما شايف الحاجات السيئه بس ومش شايف الحاجات الكويسه. مهم جدا نسمع للصوت ده، مش هقولك طنشه، اسمعه واعرف مصدره جاي منين. ممكن يكون كلام اتقالك زمان في مواقف معينه وفضل معلق معاك واصبح اعتقاد عندك، وممكن يكون ملوش لازمه اصلا وتكون انت اللي بتعمل كده وبتجلد نفسك بزياده. اكتب دايما الحاجات اللي فعلا انجزتها وتكون كويسه، وبرده اكتب الحاجات اللي تكون وحشه عملتها عشان تبدا تقيم هو فعلا انا فشلت ولا انا بس غلطت في حاجات. وده طبيعي ليا، عادي جدا كأي بني ادم في الدنيا ان انا اغلط واتعلم من غلطي. غير الصوت، بدل لما دايما بيقول انت فاشل انت ما بتعرفش، قول له انا اتعلمت، يمكن غلطت في بعض الحاجات بس اتعلمت. عمر ما الكلام السلبي لنفسنا كان هيطلع حد لقدام ابدا، هيوقفك في مكانك وهيعطلك.